بالك انتي، انا لو قلتلك عشان تحضري اطباق المطاعم دي هتحتاجي كريمه طهي وصويا صوص وهتغسلي 50 حله وطبق، هتقولي لي ده انا اطلبها اوفر واريح. انما بقى لو قلتلك اننا هنحضرها ببديل لكل الحاجات الغاليه دي وفي ثواني من غير وقفه مطبخ ولا مواعين ولا فرهضه، هتقومي حالا تنفذي وتدعيلي. يلا بينا. هاتيلي نفس الحاجه اللي سلقتي فيها المكرونه وحطي لي فيها حته زبده على شويه زيت، وانزلي فيها بالكفته الرهيبه دي اللي بتكون عباره عن نص كيلو مفروم، 20% منه دسم، وعليها البهارات اللي هتديكي نكهه السجق او البسطرمه او كفتة عربيات الشارع. هكتب لك التوابل الخاصة بكل نكهة من دول اخر الفيديو، وغيري بقى في نكهة الكفتة كل مرة من خلال التوابل زي ما تحبي. 4 معالق نشا كبار عشان تديكي التسميغة دي، معلقة صغيرة بيكنج باودر عشان تنفش وما تبقاش ملكومة، واول ما تتشمع هزيها كده عشان تاخد لون حلو من كل ناحية. شوية هريسة شطة او فلفل مفروم، تشم ريحتهم تنزلي بالثوم، تشم ريحة الثوم تقومي مطفياه بشويه صويا صوص بيتوتي الصنع. بيتوتي الصنع ازاي؟ ده اللي هنعرفه اخر الفيديو. حبه دبس تمر وبديله العسل الاسود، شويه ميه صغيرين ونغطي. الميه تقصر، الكفته تستوي، تحاوط بطبقه جليز بتلمع وسويت اند ساور تجنن بالشكل ده. طفي النار ونقدمها في طبق واحد فوق شويه مكرونه ونديها رشه سمسم، وغدانا اللي يجنن بقى جاهز. طب تعرفي انك لو جبتي نفس الحاجة اللي سلقتي فيها المكرونة تاني وحطيتي فيها حتة زيت على زبدة تاني ونزلتي فيها بقطع ستيك او حتى صدور فراخ فيليه المتوفر عندك، وعلى اعلى نار خليها تتشمع وبعدين اقلبيها على الوش التاني، فنقوم نازلين ببصل وتوم ومشروم لو بتحبوه، رشة فلفل اسود على جوز الطيب وورق لورا وروزماري لو بتفضلوه، ونزود شوية مية مغلية ونغطي ونهدي النار خالص لحد ما المية تتبخر واللحمة تستوي وتتحمر. ساعتها بقى نشيلها على جنب، وفي نفس ذات العصارة اللي طلعت من اللحمة نحط معلقتين دقيق، وأول ما الدقيق لونه يتغير ننزل بلتر حليب مع معلقة بودرة ديمجلاس ورشة فلفل اسود مع جوز الطيب ومعلقة مرقة فورية. الصوص يبقبق ننزل بشرايح اللحمة ونقدمه مع المكرونة، وبس كده بقى عندنا طبق يجنن وفي ثواني. مسك الختام بقى يا ولاد وهو الصويا صوص. حلة وفيها نص كوباية مية مغلية، هضيف لها مكعب مرقة لحم، معلقتين صغيرين جنزبيل، معلقتين صغيرين توم باودر، ومعلقة كبيرة مليانة ملح، مع معلقتين كبار خل تفاح يمكن استبدالهم بالخل الأبيض ولا يهمك. وانزلي بقى بقيمة كوباية عسل اسود، يغلو هدي النار خالص لحد ما تاخدي القوام اللي انت حباه، وبقى عندنا صويا صوص رهيب من غير ألوان ولا مواد حافظة وبربع تمن ما بنشتريه من بره. وهيصي العيال بقى أكل كوري وصيني واللازم منه. وفي النهاية خالص أنا عايزة أقولك، بيوصف الكاتب في رواية أحلام نائل سويدان المطر وصف جميل قوي هياخدكم على العالم تاني. فكان بيقول: المطر هو آلة زمن سحرية تعمل من تلقاء نفسها، تستمد طاقتها من مقبس الذكريات. لا يعرف أحدا علاقة واضحة بين المطر والذكريات، لكنهما توأمان. يمتلك المطر على ما يبدو الشفرة الوراثية للذكريات، ليس عليه سوى أن ينهمر لتنهمر بدورها، كأنها تابع لا تعصي له أمرا ولا تملك من أمرها شيئا في حضوره القوي. أتمنى لو الأفكار اللي قدمتها لكم عجبتكم تعملوا لي لايك وشير وتسيبوا لي كلمة لطيفة زيكم كده في الكومنتات عشان يوصلكم مني كل جديد. أنا شيماء البهي.